اهي هي دي اللي يتقال عليها العظمة اللي بجد. حلو، سهل وسريع. وكمان يعني هقول لكم هو بيحتاج شوية خطوات في التلاجة، ولكن هو سهل جدا، يمشي معاك صيف، يمشي معاك شتاء، يمشي معاكي في أي مناسبة حلوة عندك. اللي قدامكم دي كيكة الترايليتش أو كيكة الحليب. عملناها النهارده بصوص الفراولة، مش لازم بقى بصوص الكراميل خالص. اللي هيجربها بصوص الفراولة مش هيبطلها. اذكروا الله وصلوا على سيدنا محمد. طريقتها وطعمها تحفة جدا. عندك هنا أي بولة؟ أنا عندي بولة العجان. هجيب 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، وهو ده سبب نجاح الكيك، إنك تعملي الحاجات بتاعته أو أدواته بدرجة حرارة المطبخ. عندي هنا 4 بيض. هحط عليهم كوباية سكر عادي جدا، عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا. هجيب المضرب الكهربائي، لو ما عندكيش مضرب كهربائي تقدري تعملي الخطوات دي في البيت، ولكن المضرب الكهربائي ميزته ان بينفع في الكريمة، اي حاجة بتبقى فيها كريمة هو بينفع فيها. تمام. هضرب بقى البيض والسكر مع بعض لحد ما ياخدوا اللون الكريمي، ولونهم كده قصدي القوام الكريمي، ولونهم يكون فاتح، يفتحوا مع بعض كده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بعد كده هجيب كوباية وربع من الدقيق وهبدأ أنخلهم بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، ولازم ننخلهم كويس. أنا عندي هنا دي كوباية مج يعني، ده كده مج. هجيب عندي ربع بقى كوباية هنخلهم بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. بعد لما نخلتهم هجيب عندي كيس من البيكنج باودر ما يعادل معلقة كبيرة. تمام، نزلت بيها على السوائل اللي ضربناها مع بعض. هقلب الخليط ده كويس جدا، ولازم الفرنة بتاعتي تكون سخنة عشان خاطر البيكنج باودر ما يتفعلش ومفعوله يروح بره. تمام. قلبت الخليط كويس جدا. عندي هنا صينية مدهونة، صينية بايركس سواء طويلة أو مربعة زي ما حضراتكم شايفين كده. حطيت لها ورق زبدة ودهنتها بالزيت. نزلت فيها الخليط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تعالوا هنا بقى اقول لكم هنسوي ازاي. هسوي الكيك كده وهدخلها على درجة حرارة 180. لو في مروحة في الفرن شغلوها في الرف الأوسط. تمام، لحد ما تستوي وتلاقوها كده نفشت واستوت معاكم. ملهاش وقت، بس خلي بالكم هتاخد حوالي 30 دقيقة، 35 دقيقة بس تتابعوها يعني. بعد ما الكيك طلع من الفرن بسيبه يبرد تماما، وبعد كده بسقيه بحوالي نص كيلو من اللبن. أيوة، نص كيلو من اللبن، اللبن البارد. بعد ما الكيكة تبرد بشيل ورقة الزبدة وبرجعها تاني الصينية، وببدأ إني أسقيها بنص كيلو من الحليب البارد. تعالوا هنا نعمل الصوص. نص كيلو من الفراولة حطيت عليه كوباية متدوبة فيها معلقة نشا كبيرة، حطيته 3 معالق سكر، حطيتهم على النار لحد ما يغلوا، وبعد كده هنضربهم بالهاند بلندر او بالخلاط. عندك احلى صوص فراولة نرجعه تاني في الحلة لحد ما يبرد، قصدي لحد ما يغلي ويتقل معايا. بعد كده هنفضيه في حاجة وهندخله التلاجة. تمام. عندي هنا بقى حطيت الكيك برضو في التلاجة حوالي ساعة، لازم كل حاجة تبقى ساقعة. بعد كده بقى جبت عندي شوية كوباية من الكريمة على المية، كوباية من اللبن على المية عشان نعمل الكريمة، ولازم تكون متلجة. عليهم ربع كوباية من السكر. حطيت شوية حوالي كوباية إلا ربع من الكريم شانتيه البودر. فحسيت ان هو ممسكش معايا قوي، فحطيت كيس دريم، كيس اللي هو بتاع الدريم ده بتاع الكريم شانتيه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هبدأ اضرب فيهم كويس جدا على كوباية اللبن المتلجة بالمية. يعني حطيت كوباية الا ربع من اللبن عليها حوالي ربع كوباية مية، ولازم يكونوا متلجين عشان تاخدوا قوام كريمة كويس. اضربهم كده بالمضرب بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. يعني حطيت كوباية الا ربع من الكريم شانتيه اللي هو الخام السايب، وضفت عليه باكت من باكت دريم. ضربتهم بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده بعد مرور ساعة على الكيك في التلاجة. تمام. ويستحسن نعمل الخطوات دي من قبلها بيوم. الكيكات الباردة اللي بتبقى في التلاجة دي لو نشتغل فيها من قبلها بيوم بيكون أفضل. خلاص ضربت الكريمة لحد ما خدت القوام التقيل بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. وطبعا معيار الكريمة على حسب الصينية الموجودة عند حضرتك. جبت عندي هنا بقى الكيك اللي أنا عملته، وخدوا بالكم إن الكيك لا فيه سمنة ولا فيه زيت. بعد كده بقى
طبعا انا مشربه الكيك كويس جدا باللبن، قلت لكم اسقوها نص كيلو من اللبن. تمام، هننزل بالكريمه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هنبدأ نوزعها على سطح الكيك. هنسويها بالسباتيولا او اي حاجه بتسوي بيها الحلويات. ايوه كده. خلي بالكوا ان شغل الحلويات متعب جدا، يعني هو شغل الحلويات مرهق عن شغل الاكل بكتير. تمام. بعد كده بقى هنروح شادين عليها الاسترتش راب. هدخلها التلاجة لمدة ساعتين بالكتير قوي. هيكون الكريمة مسكت نفسها، ويكون صوص الفراولة سقع. بعد كده هنطلعها، هنصب عليها صوص الفراولة اللي انا عملته معاكم بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. تقدري بقى من فوق تكوني شايلة شوية كريمة، تقدري تزينيها من فوق بكريمة، تقطعي عليها فراولة. أنا بحب الصوص بس عليها كده بالشكل ده. بعد كده تدخليها التلاجة تاني وتبيتيها بقى في التلاجة، وتطلعيها تاني يوم. هتكون حلوة معاكي وزي الفل. حابة ان انت تاكليها في نفس اليوم بالليل، تقومي بقى تعملي الخطوات دي من الصبح بدري كده عشان خاطر تمسك معاكي الكيك. ماشية معاكي في اي مناسبة. شايفين ما شاء الله وهي بتتقطع، شايفين شكلها في الصينية، كل طبقة منعزلة عن التانية. عشان كده بقول لكم لازم تسيبوا مسافة بين كل اضافة. اشوفكم على خير.